اطمن يا عبد القوي، انت صحتك زي البومب. ابوس ايدك ابوس ايدك، اتصل بالدكاتره زملاتك اللي في مصر واسالهم. اسالهم عن ايه بس؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ صباح الخير يا اعظم جمهور سماعي على الانترنت، واهلا بيكم في دردشه جديده من ذا سينماتولوجي بودكاست اللي كل اسبوع انا محمد ابو سليمان وصديقي العزيز جدا اسماعيل راضي بنختار فيلم عظيم من السينما المصريه والعالميه عشان نفصصه وندردش فيه. سمعة صباح الفل، اخبارك ايه؟ صباح الجمال، ايه الاخبار يا سولي؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام. انا حاولت دي تالت مره اقول الانترو بتاعتنا لان لسه باخد القهوه بتاعتي، فعلى ما القهوه دخلت تصطبح دخلت النفوخ على ما اصطبحت بالظبط عرفت اقول الانترو بتاعتنا. عامل ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله، ومبسوط جدا بالتفاعل بتاع الناس مع حلقه احلى الاوقات، وكان في ناس كتيره بتكتب يعني ان سينماتولوجي بقت ونس. يقول لك ده انا باخد القهوه الصبح، ده انا مش عارف بحضر غدا يوم الجمعه، ده انا مش عارف في حته ما في منتصف شمال امريكا، وانتوا اللي يعني السلوى بتاعتنا في الغربه. فانا يعني الاحساس ده لطيف جدا، ومن تاني انا بشكرك ان انت يعني خليتني اجرب هذا الشعور، وان انا ابقى يعني جزء صغير من سينماتولوجي والحدوته بتاعتها يعني. والله اشكرك يا سمعة، واشكر كل الناس اللي بتسمعنا لان هم فعلا بقوا ونس لينا احنا كمان. يعني احنا برضه في وسط الضوضاء بتاعت الحياه. كل يوم جمعه ده بقى حاسين احنا قاعدين معاكم، يعني انتوا فعليا مش معانا هنا في كل واحد في المكان اللي بنسجل فيه، بس حاسين ان انتوا معانا بتسمعونا ومعانا بتتفاعلوا معانا. فيعني زي ما يعني احنا برضه بنشكركم، يعني زي ما انتوا مستمتعين باللي احنا بنقدمه، اي هوب يعني احنا برضه مستمتعين جدا يعني بوجودكم الروحاني ده والوجداني ده معانا يعني. صحيح. بالنسبه لحلقه النهارده بقى فيلم جري الوحوش ده فيلم كده ايه، كنا عايزين ناخد زي بريك من التفكير شويه ونتكلم على فيلم يعني زي كومفورت فود كده، زي ما بيقولوا. عارف لما تبقى مثلا ليك اكله كده حرشه معينه بتحبها، وكل ما تبقى عايز كده تبقى مع نفسك كده وتتبسط وما تفكرش كتير هتاكل ايه تقوم واكلها. انا بالنسبه لي العار والكيف وجري الوحوش هم الاكل دي. عارف ان في ناس كتيره طبعا بتحط البيضه بالحجر، برضو جزء من ده، بس انا بالنسبه لي لا، مختلف. انا بالنسبه لي الثلاثه دول مع بعض هم الوجبه المتكامله، يعني حاجه ما حصلتش لا قبل ولا بعد الصراحه. يعني حصلت ثلاثيات كتيره طبعا في افلام كتير، بس الثلاثه دول بالاحساس بتاعهم، بخفه الدم بتاعتهم، بالمواضيع بتاعتهم، بالتمثيل بتاعهم، بالاخراج، بالفتره الزمنيه اللي بيعبروا عنها، ليهم معزه خاصه جدا جدا جدا. عملنا عن العار وعملنا عن الكيف، ودلوقتي بنقفلها بجري الوحوش. بس اوفرول التلاته دول فعلا معرفش ايه اللي مخليهم دايما حاجه كده سبيشال، وحاجه كده زي ما دايما بنقول، لو انت قاعد كده وبتقلب في القنوات والفيلم ده جاء هتقعد تتفرج عليه مع انك حافظه وحافظ كل حاجه فيه، وكل مره هتستمتع بيه ومش هتتضايق بيه خالص. ايه في رايك ايه هو سبب ليه التلاته دول هيفضلوا كده من مر عليهم اكتر من 40 سنه ولسه بيأثروا فينا ويبسطونا بالشكل ده؟ الحقيقة أنا مش عارف يعني الثلاثة فعلا. أنت أول واحد قلت الثلاثية الأخلاقية اللي بدأت بالعار سنة 82، ثم الكيف أظن 85، ثم جري الوحوش 87، وفي ناس بتحط معاهم زي ما أنت قلت البيضة والحجر اللي أنا شايف إنه ما يقلش عنهم. ولكن الثلاثة دول تحديدا زي ما يكونوا بيدوروا في نفس العالم أو في نفس اليونيفرس اللي هي الكلمة اللي أنت بتحب تقولها. الكاتب محمود أبو زيد، يعني زي ما مرة كان أحمد شوقي قال على محمد خان إنه أديب سينمائي، أعتقد إن محمود أبو زيد يتحط في الحتة دي. ويمكن الشيء المميز والغير مميز في محمود أبو زيد إن هو لم يكن غزير الإنتاج زي ما كان وحيد حامد أو أسامة أنور عكاشة، وبالتالي ما لدينا من أعماله اللي تعتبر قليلة بالنسبة لي الابداع اللي عمله في الثلاث اربع افلام دول
بيخلينا محتفظين بيهم قوي ومحوطين عليهم قوي وبنحبهم قوي ومش عايزين ننساهم، وعايزين دايما نبقى يعني نفكر الناس بيهم ونفكر نفسنا بيهم، لأنه هو طلاقة إبداع في الكتابة بل وفلسفة لهذا الكاتب اللي أصلا دارس فلسفة. محمود أبو زيد أصلا دارس فلسفة ثم راح معهد السينما درس كتابة وكده. فالكاتب وبعدين يروح راكب على مخرج، هما الاثنين يحبوا بعض ويبقوا يعني فيهم درجة عالية جدا من التفاهم اللي هو علي عبد الخالق، ثم يتلاقى 3 ممثلين والثلاث ممثلين دول ليهم 3 خلفيات مختلفة، زي ما يكونوا ركبوا على الشخصيات اللي بيكتبها محمود أبو زيد. وأعتقد إن ال3 دولت أحسن 3 أفلام، أو يعني لأن هم 2، لأن نور الشريف ما عملش، اللي اشترك معاه في ال3 هو محمود عبد العزيز، ولكن ال3 دولت لو قلنا في 2 من ال3 دول موجودين في 2 من ال3 أفلام، ال3 دولت أحسن من أحسن 3 يعني أو أحسن أداءات لأفلام. هيبقى ال2 منهم اللي هم الأولاني العار والأخير اللي هو جري الوحوش اللي احنا بنتكلم عنه، لأن ال3 مثلوا طرق مختلفة من التمثيل، ولكن يعني هنتكلم عن تفصيلة كل واحد فيهم في رأيي أنا هم ليه ال3 دول أبدعوا فعلا في البتاع. بجانب كمان احنا المصريين نحب قوي الحكم والمواعظ، فالفيلم ال3 أفلام وبالأخص طبعا اللي احنا بنتكلم عنه ده كلها معاني وجودية وفيها قصص ومواعظ. في ناس كتير ما بتحبش العظة الزيادة، لكن أعتقد أن عموم المصريين يعني جسمه بيقشعر لما بيسمع الآية القرآنية اللي بيقولها حسين الشربيني في آخر الفيلم. فأعتقد ده دي اللي هي يعني اوفر فيو كده لل3 أفلام دول. الفيلم بتاع النهارده يمكن فيه شوية مشاكل كده بالنسبة لي أنا كطبيب وبشتغل الشغلانة دي، فبرضه هنتكلم عنها في سياق ما احنا بنتكلم، لكن طبعا فيلم النهارده فيلم عظيم. احنا يعني واحنا بنحضر الحلقه دايما كده قبل ما نتكلم عشان الناس برضه اللي بتسمعها تبقى عارفه البروسيس بتاعتنا ايه، يعني بنبعت لبعض افكار هنتكلم على ايه، ولما نستقر على فيلم في اليومين اللي قبلها كده بنقعد نتفرج عليه ونبعت لبعض ايه شويه افيهات من الفيلم، شويه افكار، شويه احنا عايزين نتكلم على ده، عايزين نتكلم على ده، وقبل ما نسجل بنقعد 5 دقايق كده نقول اوكي هنتكلم في النقط دي ودي ودي ودي. فده عشان بس ايه وراء الكواليس البروسيس بتاعه التحضير بتاعنا عامل ازاي. ففي النقطه دي انا يعني قلت لسمعه انا عايز اسمع منك بقى كدكتور فعلا الشق ده، يعني انا مهتم جدا اسمع النقطه دي. بس فعلا لو ابتدينا من الاول خالص على محمود ابو زيد وعلي عبد الخالق، فعلا هم يعني كنت عملت حلقه دور ال16 لمهدي مع الكاتب وائل حمدي على اعظم ثنائيه مؤلف ومخرج، واللي كسب كان فعلا محمود ابو زيد وعلي عبد الخالق، مع ان كان في بقى وحيد حامد وشريف عرفة ونجيب محفوظ، يعني كان في فضاحله في المجال ده، بس في الاخر رسينا على دول هم اللي كسبوا. ليه؟ لان كان واحده من اهم كرايتيريا ان اقوى اعمال المخرج ده كانت مع المؤلف ده، واقوى اعمال المؤلف ده كانت مع المخرج ده، يعني هما الاثنين مع بعض عملوا شحنه، يعني 1+1 = 3. مش عارف كان اقوى من لو كل واحد عملوا لوحده. لقوا بعض جدا 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 في اللغه السينمائيه دي، استريحوا لبعض جدا، وفعلا تسكين الادوار الكاستنج ده برضو مرتاح جدا في الادوار دي، يعني زي ما يكون الدور مكتوب للممثل، يعني مع ان زي ما انت قلت يعني نور الشريف في العار شخصية ونور الشريف هنا شخصية تانية خالص، بس somehow سكنوهم بشكل رائع يعني. ففعلا ليهم فلسفة. فكرة الوعظ دي it's true ان هي يعني كتير قوي منها directly، بس اجان ساعات بقول صوت، يعني في الاخر صوت، يعني it's okay لو يعني بقى احنا ما مش لازم نتكلم على كل فيلم على ان هو فيلم يعني انتونيوني او بيرجمان او عارف الناس الضخمة دي، ممكن يبقى فيلم ظريف لذيذ يوصل بسهولة ويعيش برضو، حتى لو يعني مش لازم نفصص كل حاجة ونطلع فيها قطة الفصة يعني من ناحية المباشرة. وكلامنا على كده برضو في فيلم العار. وبالنسبة للممثلين يعني عمالقة، انت بتتكلم على عمالقة قدامي على الشاشة، تخيل يعني جاينتس بجد، انك تلاقي نور الشريف وقصاده محمود عبد العزيز وقصاده حسين فهمي،
والسنيد بتاعهم حسين الشربيني. أيوة. يعني تتكلم على فعلا حضور غير طبيعي، كل واحد فيهم يشيل فيلم عادي جدا. فان هم يتجمعوا مع بعض ومفيش ايجو، وكل واحد مركز في حتته، وفي نفس الوقت بيباسي للتاني علشان برضو التاني برضو يلمع في تيكي تاكا. همهم بالظبط، تيكي تاكا بالظبط كده، برافو عليك. وفي الاخر عشان تتفرج على ماتش حلو في الاخر يعني. رهاب اداره التصوير اعتقد كان سعيد شيمي، ام نوت شور، بس يعني it felt like it يعني. وما اتضايقتش يعني، عارف ان احنا دايما بيبقى فيه يعني درجه من السكبتيسيزم يعني، بس لا بالعكس يعني، حاسس ان موضوع الهاند هيلد اللي معاهم اللي انت ما تحسش قوي بيه، ما تحسش اصلا ان في كرو كاميرا ولا حاجه من ده، ماشيه جدا مع روح الفيلم. حاجة تانية اللوكيشنز برضو، يعني اللوكيشنز بتاعت افلامهم الثلاثية دي غير طبيعية. علي عبد الخالق من احسن الناس اللي بتلاقي لوكيشنز كده ايه في وسط البلد، وتجيب لك الخلفية تبقى قاعد على السطوح وشايف الخلفية اللي ورا، شايف الجوامع وشايف مصر القديمة. في العار كان كده برضو، في البيضة والحجر الأوضة اللي فوق السطوح بتاعت أحمد زكي. اختيار اللوكيشنز ممتاز. الجواهرجي ده اساسا هو بيوكي اللي في وسط البلد قدام عيادتي، فاكر كنا عدينا قدام عيادتي. ايوه هو ده على الرصيف القصادي. I can recognize الديكورات. صح اسمه بيوكي او بايوكي. انا فاكر عديت انا ومروه مراتي لما كنا بندور لسه بنشتري الدبل وكده، بقول لك اكروس ذا ستريت يعني. انا بشوفه مرتين ثلاثه في الاسبوع يعني. واي ريكوجنايزد المحل والديكور بتاعه بالاسود اللي جوه بالظبط، بالمذهب. فده المذهب بالظبط. ده البيوت كلها، الفيلا بتاعت نور الشريف بالسلم اللي طالع ده، القعده اللي بره اللي بيقعدوا فيها دايما، العزبه. العزبة، الله العزبة جميلة جدا. يعني حمام السباحة بالخيل، قالك ركوب الخيل عز. ايوه انا عجبتني قوي الكلمة دي، عجبتني قوي الكلمة دي. لا هو كمان برضه ما هو كان ممكن كل الديسكشنز دي تبقى في بيته، لكن هو عايز يبين لك حجم ثروته وحجم العز والفخفخ اللي هو عايش فيها، وبالتالي يعني عملوا الكونسبتس دي. صح. لا ممتاز. وبرضو الحاجه اللي بنتكلم عليها دايما لما بنتكلم على علي عبد الخالق، اللي هو ووك اند توك، اللي انت بتبتدي كونفرسيشن في مكان، وعلى ما تخلص الكونفرسيشن تكون اتنقلت المكانين 3 4. بيعملها بروعه برضه في الفيلم ده، انت ما تحسش انها مصطنعه يعني، سموث قوي الترانزيشن، ان انت تبتدي في مكان وفي النص تكمله على الخيل وتختمه وانت قاعد تاني جوه البيت. يعني اختيار الاماكن وطريقه اداره الحوار ممتازه، لها ستايل يعني يدرس، يعني عارف زي ما يكون في كده ايه مدارس سينمائيه، في مدرسه سينمائيه خاصه جدا بالثلاثيه دي. وكل مره علي عبد الخالق يشتغل مع محمود ابو زيد. تحب نمسك الشخصيه واحده؟ تحب ايه يعني ندخل ازاي يعني الشخصيه واحده ولا عايز تبتدي بالتيمه بتاعت الترلوب والاعضاء والحاجات دي؟ لا خلينا اقول نبتدي عن الفيلم، يعني مش عايزين نزهق الناس بكلام علمي يخليهم يعني يتضايقوا يعني من الفيلم، واحنا كان هنلمس يعني. انا عايز اتكلم بس عن الكتابه، لان كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات عن فيلم احلى الاوقات، وفيلم احلى الاوقات كان احد الحاجات اللي انا حسيتها في الفيلم ان هو السكند اكت بتاعه اتمط شويه، ولكن الفيلم اللي احنا بنتكلم عنه النهارده فيلم كومبريست ومضغوط، بحيث ان فعلا كل مشهد بيسلم التاني ويدفع احداث الفيلم وينقل لك الاحساس اللي بيحصل والتغيرات اللي بتحصل في الكاركتر ارك بتاع الشخصيات اللي في الفيلم. فده كله يرجع لحرفيه الكتابه بتاعت محمود ابو زيد. الاول لما بيرسم لك شخصيه حسين فهمي انه عالم، وانه هو مغرور فيري كوكي، وانه هو يعني عنده ايجو رهيب، وانه نرجسي ومش شايف اي حاجه غير اللي هو بيعمله، وانه هو خلاص على وشك انه يوصل لما يعتقد انه هو يعني كشف علمي عظيم هيقلب موازين الطب، وانه هو محتاج فلوس عشان يكمل اخر حته في التجربه، ويجيب لك بقى النسانيس وبتاع. يعني لو قلنا ان الفيلم ده فيه ماجافن، فانت عندك اللي هو شيء خرافي هلامي، ولكن هو اللي ذهن الناس بيرتبط بيه طول الفيلم، زي الاسلوب بتاع هيتشكوك. فبرضه انت عندك النسانيس دي ماجافن، والترلوب ده ماجافن، ولا ايه يعني؟ تقدر تقول عليه كده.
بالظبط. يعني هو الحاجه انت مش محتاج تفهم بالظبط. يعني هو حتى في فتره بيخش ويتكلم في التفاصيل بتاعه العمليه، بس انت مش لازم تعرفها. زي انا فاكر في فيلم ذا وولف اوف وول ستريت، في حته كده في النص الكاميرا وقفت على ليوناردو دي كابريو، وليوناردو دي كابريو ابتدى يكلم الناس يقول لهم ان اللي مش عارف ايه ده كذا كذا كذا، يقول لهم بصوا انتوا مش مهم تعرفوا الكلام ده، المهم تعرفوا ان ده بيأثر على كذا. هي نفس الفكره. يعني مش مهم تعرف التفاصيل. بالظبط. وبعدين ينتقل بيك الى سعيد ابو الدهب، انه راجل غني جدا ومرتاح وعايش في عز. وبعدين بقى شويه اكسنس بسيطه كده، الشعر الابيض اللي على يمين اللي هو بيسموه اشب الفودين، يعني اللي هو من هنا كده في ابيض، فبيقول لك ان هو وصل لسن متقدم ومع ذلك ربنا ما اكرموش بابناء. وان هو عنده مشكله ان مع قرايبه ان هم عايزين يورثوه، وده عامله له طبعا احساس اكتر بالحرمان من ان هو يبقى عنده ابن يرثه، بدل ما اخواته عايزين ينهشوا الميراث بتاعه. وان هو عنده زوجه وفيه اسمها وفاء بالظبط. بعد كده يظهر لك صديقهم اللي هو الثالث بتاعهم اللي هو حسين فهمي، اللي هو الراجل حسين الشربيني اسف، ان هو الراجل العاقل، الحكمه، الرشد، ال هو يعني اللي بيحاول يعمل البالانس بين الشخصيات بتاعت الثلاثه دولت، او بتاعت يعني بيحاول يعمل البالانس الاخلاقي اللي هم زي ما بقول يسندوا عليه في الحوارات بتاعتهم يعني. وبعدين لحد 28 دقيقه ما ظهرش محمود عبد العزيز. يعني محمود عبد العزيز اول ظهور ليه بعد 28 دقيقه من بدايه الفيلم. تخيل. انا حاولت اشوف يعني شفت انا قلت لازم اعرف هو ظهر امتى، انه اتاخر قوي في الظهور، ولكن دخلته تعرف ان هو راجل معدم لا يملك من هذه الدنيا الا الأس والعده والبتاع الغويشه اللي اتسرقت منه بسبب غباء مراته يعني. وتعرف بقى ان هو نفسه يبيع اي حاجه، ان شاء الله يبيع عياله، يبيع عينيه، يبيع اي حاجه صح. عشان ياخد. لا انت البنى السيناريو فعلا بالظبط. اسماعيل سامعني؟ سامع كويس اسماعيل؟ انا سامع كويس. اوكي سوري. حصل كنت بتقول البنى بس كده. سوري جو اهيد. فانت كنت بتقول البنى بتاع السيناريو البريمس. فعلا انت رايت. البنى محكم الفيلم كله فعلا ككتابه زي ما انت قلت صح، محكم جدا. اتس فيري لين زي ما بيقولوا، عارف حاجه كده ايه. ايوه. ما عندكش شحم خالص. يعني كل حاجه بتحصل لسبب. كل مشهد بيزق اللي قدامه. كل حاجه بتتقال علشان تموف البلوت فورورد، عشان الحبكه، يا اما علشان تزق الحبكه لقدام، يا اما علشان تظهر لك حاجه في الشخصيه بالظبط. وكله متمحور على مشكله واحده. انت بقى ما بتسرحش في مشاكل جانبيه، هي مشكله واحده بس، ان نور الشريف عايز يخلف، وكل ده بيدور في فلك ده. ففعلا محكمه قوي، ما بتزهقش خالص، ما بتحسش باي دقيقه ملل. وزي ما انت قلت فعلا تقديمة كل شخصية عبقرية. انت اول شوت بتشوفه هي القرود. يعني الكاميرا على الليفل بتاعت القرود في الأقفاص قبل حتى ما نشوف الفيلم. زي ما انت قلت هي القرود دي هتفضل مكملة معانا لآخر حاجة. نور الشريف بيقولها انا عايز اشوف القرود، عايز اشوف الناس. فانت بادي بده وبتنهي بده. فده برضو اللي هو بنسميه دايما بلوت ديفايس عبقري، ان انت بتربط مشكلة بحاجة، والقرد بيتنطط ولا بطل تنطيط. يعني انت دايما مرتبط somehow بفكرة القرود دي. واول ما بنشوف شخصيه حسين فهمي فعلا زي ما انت قلت النرجسيه ومتعالي على البتاع، ومديله الورق ده مكتوب بايه بالسويدي مش عارف بالايه السويدش. هو يعني انتوا بلد متخلف، انا مش هضيع وقتي مع متخلفين زيكم يعني. بالظبط. فهايله. وبعدين برضو لما بنشوف نور الشريف بنشوفه في الاليمنت بتاعه ان هو جواهرجي، وفعلا حلو قوي حركه الشعر الابيض من الجناب ده. يعني مدياه حاجتين، مدياه السن، ومدياه برضو غنى كده ايه شيك. ايوه بالظبط. يعني هو وعجبني قوي لبس نور الشريف في الفيلم ده، ممتاز. بدل حلوه، ممتاز. الخاتم الذهب، الساعه الذهب، الهانكرشيف، المنديل اللي ساعات بيربطه هنا كده في عند القميص بتاعه. حتى في العزبه لبسه لبس عزبه. أيوة. عارف لبس اللي هو اوت دور كده شيك. ايوه. يعني لا لبسه حلو قوي قوي قوي. بمناسبه العزبه واللي انت قلته ده، معلش انا اسف هقطعك وبرضه هنتكلم. كان في عندنا القصر العيني عندنا اللي انا يعني بنتمي ليه بكل فخر. كان في عندنا اساتذه كبار شياكه قوي، بشوات قوي يعني. فكان في واحد منهم يعني
كنت دايما اشوف الصبح موجود في مكتب العميد اللي هو اسمه استاذنا الدكتور هاشم مورو. الدكتور هاشم مورو ده كان استاذ مسالك بوليه كبير، وكان ابوه عبد الوهاب باشا مورو. الباشوات في القصر العيني قليلين جدا يعني اللي حصلوا على لقب باشا رسمي يعني. فدكتور هشام مورو ده كان راجل باشا قوي، وكان دايما يقعد في مكتب العميد ريجاردلس، بغض النظر مين العميد، هو قاعد مش قاعد في الصالون، قاعد على المكتب. ومفيش اي عميد بيجرؤ ان هو يقول له انت قاعد في مكتبي ليه. يعني انا عاصرت هذا الامر، وكان طلع هو معاش خلاص، لكن كان ليه من الاحترام والتقدير والتبجيل ان الدكتور هاشم مورو موجود في المكتب، يقعد نص ساعه يشرب فنجان قهوه ويمشي. فكنت اشوفه دايما الصبح في المكتب، وطبعا نصبح عليه كلنا وبتاع، يبعت ينده لنا، يدينا عيان ناخد بالنا منه ومش كده يعني. لما انا بقى كبرت شويه كنت يعني خلاص ما بقيتش نايب يعني، وبقيت مثلا مدرس مساعد او مدرس. فمره شفته في النادي في المكتب الصبح، صبحت عليه صباح الخير يا فندم. وبعد كده رحت النادي، كان هو دايما يخلص النص ساعه وبعد كده يطلع على نادي الجزيره يقعد في حته معينه كده. فشفته مره في المكتب الصبح، مكتب العميد، باللبس كرافته وقميص وطبعا بليزر وحاجه شيك قوي، والجزمه متلمعه، حاجه يعني طالع من فيلم يعني. راجل باشا باشا without being flashy، من غير ما يبقى يعني ملون. راجل تحس انك على راجل انجليزي، لورد انجليزي. شفته في النادي بعدها بساعتين بلبس تاني خالص، لبس جولف، بيريه، بلوفر، جزمه تانية خالص. يعني فعلا لكل مقام مقال، زي ما انت ذكرت على نور الشريف يعني. فانا معلش حبيت ان انا يعني اعمل اضافه يعني. لا اتس سو ترو، معموله حلو جدا. أيوه. وحتى لما كانوا بعد ما عملوا العمليه أيوه. وقاعدين بيتعالجوا، أيوه. هو لابس برضه طاقيه شيك، أيوه. ولابس بليزر اخضر كده، أيوه. او بالطو اخضر شيك. أيوه. برضه أيوه. يعني أيوه. في كل اوكيجن دي دي حاجات بالظبط، تحس انها ناس في على نقاهه النقيض بقى. بالظبط كده. فلا انا عجبني قوي لبسه يعني. المره دي الفيلم ده شفته 100 مره. أيوه. بس المره دي ما اعرفش ليه عيني راحت قوي على لبس نور الشريف في المشاهد المختلفه. نفس التعليق فعلا المراد. برافو. برافو يعني. واللبس بتاع محمود عبد العزيز بقى طبعا انت عندك بقى العكس تماما بقى، البهدله يعني كومبليت بهدله. وبرافو عليك ان انت حتى يعني عملت ماركر هو دخل امتى، ما خدش بالي انها بعد 28 ساعه من بدايه الفيلم، الدقيقه 28. واو يعني. ودي هايله لان انت خلقت مشكله وعرفتنا ان الحل المشكله دي في شخص ما، ان احنا نلاقي شخص ما، وفجأة يخش هذا الشخص بالمزيكا بقى، عمل لك الاكورديون بقى بتاع اللي هو راجل شعبي يعني. ايوه بالظبط. فدخلته اصلا ومفيش حد في تاريخ السينما المصرية كلها عنده السحر الخاص بتاع فعلا. محمود عبد العزيز فعلا. الفهلوة مع التشارم، مع الوسامة بتاعته، مع ان هو يقدر يعمل لك من طبقة شعبية رهيب تحبه من اول ما هو بتخش بالفهلاوه بتاعته دي. فبرضه انترودكشن يعني، كل انترودكشن لكاركتر فعلا، سواء كتابه سواء كاستنج سواء ملابس وكده ممتازه. وعندك رابحهم بقى عبد الحكيم اللي هو برضو يعني لو بنتكلم على وضوح الاسماء، هو حكيم عبد الحكيم. قول لنا الاسامي كده من الاول يا محمد. الاسامي: نور الشريف، العالم نبيه العالم، هو نبيه العالم، نبيه العالم فهمي جراح، عبد القوي شديد اللي هو محمود عبد العزيز عشان شديد يعني. عبد القوي شديد. لما بيقول له زمان انت كنت بتعزق وبتدق، فهو بيقول له يا ريتها دامت. والثالث كان اسمه عبد الحكيم اللي هو لا نور الشريف. سعيد ابو الدهب بالظبط. سعيد ابو الدهب هو الجواهرجي الغني. وحسين الشربيني عبد الحكيم. ومرات نور الشريف اسمها وفاء، رمز الوفاء يعني. هي وفيه ليه حتى وهو ما بيخلفش، وما قالتلوش مثلا هسيبك عشان عايز اخلف. وكانت فعلا يعني زوجة وفية محبة في ظهر جوزها، ومش شايفة اي حاجة الا جوزها، وبتقول له انا مش عايزة اولاد. هي كانت مشكلة عنده مش عندها يعني، هو اللي كان مخه خلاص يعني قفل يعني. ونورة كان اسمها نواشي، اللي يعني نواشي.
تعال نتكلم شويه يعني قبل ما نخش بالتفصيل على نتكلم على الرجاله برضه. تعال نتكلم شويه على الستات، لان فعلا انا هدى رمزي بحبها جدا. عندها بريزنس هادي كده، جمال رقيق جدا جدا. أيوة. كانت مناسبه قوي قوي في الدور. صحيح. مشاهدها مع نور الشريف كانت جميله جدا جدا. وطبعا بقى on the opposite end نوره، اللي هي كانت برضه فاكت يعني كانت كومن فاكتور برضه في الثلاث افلام. نوره أيوة. صح في الثلاثه في الثلاثه بالظبط. بس دورها في الكيف كان صغير شويه، ما كانش يعني ما كانش في كاركتر يعني، هي زوجه وخلاص. بالظبط. هنا كانت ممتازه بقى. طبعا. ممتازه. وبيقول بيحكي عليها دي ارنبه باللمس. ماركه ابو لمس. ماركه ابو لمس. ايوه لما بتحكي برضه دورها حلو قوي. أيوة. ولبسها حلو قوي، وعلى طول كده شعرها مبلول زي ما يكون لسه خارجه من الدش او حاجه. انا اسف، في حاجه كده فيها. لا انا اسف بس في التعبير، هي في النص الاول في الفيلم يعني انا مش يعني واحده، انا اسف يعني هي واحده بتحب جوزها طبعا وبتاع، لكن هي انا اسف معفنه شويه، انا اسف يعني احنا طول بنعكشها ونفسها هي مطلوبه تبقى كده. ايوه هي مطلوب انها تنقل لك هذا الاحساس انها واحده هي بتحب جوزها، لكن هي نيله ب60 نيله ولبسها قرف وشعرها منعكش وممكن تكون ما بتخشش تاخد يعني هي من فقرها مش لانها عايزه تبقى كده، واخد بالك. وبعدين بقى لما بتتغير بقى وتلبس القمصان النوم الحمراء والما شاء الله الكبيره، واخد بالك، وشعرها بيبقى حلو كده ويتفرد، واخد بالك يعني. لا رهيبه. and she's always يعني in heat زي ما بيقولوا كده يعني على طول جاهزه دايما يعني جاهزه على طول. وعاملاها حلوه قوي. ومحمود عبد العزيز برضو الكيمياء ما بينهم حلوه قوي، اللي كل شويه يعني مش عايز بعد كده تقوم هي ايه سحبه رجله. عاملينها حلوه قوي قوي قوي. شخصيه حسين الشربيني كمان يعني الجميل في الفيلم ان انت مش محتاج شخصيه حسين الشربيني في الاحداث خالص. حسين الشربيني ما بيعملش اي حاجه في الاحداث yet he's always there يعني. هو دايما موجود في القعده علشان يبقى صوت المؤلف يعني، او صوت الحكمه اللي بيقول لنا ايه الموضوع. لان هو حتى كذا مره يقولوا يا عم انت اطلع منها. طب هو ليه بيعزموه؟ عشان يقعد معاهم. يطلع منها. بس هو دايما يهزقوه ويضحك معاهم يعني، هو يهزقوه ويضحك معاهم. يا ابو جهل كلهم ضحكين وهو ضحك معاهم يعني. مش بيقفش ويمشي لما يشتموه، لا ده هو يعني بيضحك. فوجود وكتابه شخصيه زي كده معموله. ممكن لو حد بقى عارف يعني ناقد بقى متحزلق يقول لك بس هو ملوش دور ان هو يزق الاحداث. who gives an F يعني. هو موجود هناك علشان يدينا البهارات الحكم دي كلها and it works وزي الفل. واختيار حد زي حسين الشربيني كان اختيار عبقري. ان هو حسين الشربيني مش تقيل على القلب خالص، بالعكس يعني حضوره خفيف جدا. بيديك فعلا الوقار والحكمه دي ان هو محامي ومش عارف ايه، بس في نفس الوقت دمه خفيف وممكن يضحك على نفسه. فبرضه اختيار حسين الشربيني اعتقد لو كان راح لحد تاني كان هتبقى اوفر قوي او اوبفيس قوي. فاختيار حسين الشربيني اعتقد برضه زود من الكومبينيشن بتاعت الاربع رجاله دول في كل المشاهد اللي هم فيها مع بعض. اعتقد هو كان عامل زي في ماتشات السكواش، هو الحيطه اللي بتضرب عليها الكرة وترد. أيوة. تاني يعني هو انت محتاجه عشان الحوار يسند عليه ويبقى فيه حاجة رايحة جاية وينقل لك زي ما انت قلت الرسالة بتاعت يعني شيئا فشيئا. هو بينقل لك رسالة الفيلم لحد ما بيوصل في الاخر ان هو اللي بيقرأ الآية القرآنية اللي هي في سورة البقرة. صح. هو اللي بيقراها بصوته. لا اختيار ممتاز جدا. يعني بنى المشاهد كمان معمول فعلا حلو جدا. حالة التصاعد يعني في كذا مشهد ممكن نقف عليه. لما نور الشريف بيحاول ان ايه يفتح الموضوع مع محمود عبد العزيز وياخده معاه العزبه. محمود عبد العزيز يبتدي يقلق بتاع كراسي سفنجه محترم. ايه العباره بالظبط يعني؟ انت مفيش تنجيد، انت جايبني هنا ليه؟ يعني المشهد ده معمول حلو قوي قوي. فازاي انك تخلط الكوميديا مع ده ويافد وحكايه يافد. لا انا في مشهد بحبه اكتر منه لما محمود عبد العزيز جات له ست بلدي كده في ملايه لف يعني لابسه الانكلت لا ولابسه كمان يعني فيش نت. فانت برضو شايف من خلال الملايه ايه اللي تحت وان هي ست يعني مليانه مفاتن. فهو بيحاول يقول لها يعني ده هي الطرشي وانت الغموس. يعني عجبتني الكلمه دي، هي الطرشي وانت الغموس. يعني هي الابيراتيف لكن الاساس
اللحمه والبتاع هو انت اللي هي الست اللي جات له البتاع يعني. انا في جمله عجبتني قوي في نفس المشهد ده. أيوة. لما نور الشريف دخل عليه وهي مشيت، فبيقول له واضح ان انت شقي يعني، فبيقول له ده انا بشحن. انا بتشحن؟ قال له بشحن بطاريه قلبي عشان انور عتمه الجواز. أيوة. ايه ده؟ ايه الجمله دي؟ ايه الجمله دي؟ مش ممكن على كتابه الجمله دي. ايه ده يعني؟ يعني unbelievable الجمله دي. ده واحد ممكن يقعد اسبوع عشان يفكر في الكونسبت ده ويصيغها بالطريقه دي. صح يعني صح. لا هو كان الفيلم مليان جمل. انا فكرت اكتبهم بس ما حبيتش اكتبهم علشان ما يتحولش البودكاست بينك وبيني ان احنا قاعدين نسمع جمل الفيلم ونزهق الناس، لان هو الناس شافته وعارفاه. بس فعلا الفيلم مليان جمل، كل جمله فيهم يعني حكمه في حد ذاتها. يعني ما اعرفش انا محمود ابو زيد كان بيجيب الكلام ده منين ويجيب الحوار ده منين، يعني ما اعرفش، مش عارف. لا ممتاز. وكمان عجبتني قوي كمان لما هو بقى ايه، لما قال له انا عايزك في خدمه، وهوب انتقلت للعربيه وجاب لك القوس والعده. ما قالكش ده انا عايزك تيجي معايا العزبه وبتاع. انت النقله برضو علشان برضو الفيلم ما يطولش ويبقى فيه حوار ملوش اي لازمه، هو في نقله واحده، في كات واحد، في حركه مونتاج واحده، باين لك ان هو راح معاه مشوار بعيد العزبه يعني، وان هو عايزه ينجد حاجات، وجاب لك القوس والحاجات اللي بيشتغل بيها المنجد دي على الكنبه الورانيه بتاعت العربيه. عجبتني قوي النقله دي، يعني حسيت ان فيها ايكونومي زي ما انت بتقول دايما. الايكونومي يعني مش محتاج ان تقعد. بالظبط. احنا برضه ما اديناش بريمس على يعني ما اديناش بريمس على قصه. نعم؟ الفيلم برضه ما اعرفش في ناس ما شافتوش ولا لا. لا الناس كلها شافته. اللي ما شافتوش يعني كنتوا عايشين زي ما بيقولوا يعني بيهايند روك. كنتوا عايشين كملت حياتك ازاي؟ اللي ما شافش بالظبط. اللي ما شافش الفيلم ده يعني غريب يبقى يعني ما يبقاش جمهور سينماتولوجي اعتقد. اللي ما شافش جري اللي هو حتى اصحابنا العزاز اللي من دول العربيه اكيد شافوا الفيلم ده. صحيح اكيد somehow عارفينه. انا فاكر لما كنت عايش في تونس، شغال في تونس، كان ليترلي الناس كنت لما اتكلم مصري كانوا يتبسطوا ليه؟ علشان بتفكرنا بعادل امام وبتفكرنا بمش عارف ايه يعني. طبعا ففي حاجات كده it's part of يعني being an Arab. يعني انك شو بقول being an Arab بالانجليزي، انا اسف يا جماعه سامحوني. جزء من يعني كونك عربي يعني. ايوه. الحته برضو بتاعت انا عايز اتكلم لما راح علشان يسافر، فبتقول له رايح فين؟ رايح عشان انجد ايه؟ انجد فرش مأمور اسم لمبم. لا انا عايز اكلمك برضو على الووك اند توك. في الفيلم ده انا ركزت معاها في بعض المشاهد منها بتبقى طويله قوي من غير قطع. يعني في المشهد بتاع نور الشريف لما بيقول، او سعيد ابو الدهب لما بيقول وفاء ان هو هيتجوز، المشهد ده ابتدى في الدور الاولاني بتاع البيت ونازلين على السلم. صح. يعني ده زي ما يكون في كوريوغرافي، زي ما يكون يعني طابلو راقص وهم متفقين على الحركه. يعني ما اعتقدش انها اتثابت عشوائيه. وانت كنت بتتكلم عن سعيد شيمي وحركه الكاميرا، لان في اوقات هو بيخش بينهم ويلف حواليهم. فطبعا ده شيء صعب جدا ان هم ما يخبطوش فيه، ان هم غصب عنهم عينيهم ما تروحش عليه، ان هو ظله ما يجيش عليهم فيبان ان هو في كاميرا بتتحرك، لان هو وسطيهم، هو رايح جاي وسطيهم بيلف حواليهم وهم بيغيروا اتجاهات جسمهم. لان هو برضو كان هم برضو سعيد علي عبد الخالق بيحب قوي شويه الدراما ده، ان اتنين بيكلموا بعض بس كل واحد باصص في ناحيه. ده مش هيحصل طبعا في اي حوار بين اتنين عاديين بيتكلموا، ولكن التأثير الدرامي بتاعهم بتاع لما ده بيحصل كنت بحبه قوي قوي قوي. يعني زي ما يكون عايز يبين لك ان في اتنين بقوا بعاد عن بعض فبيكلموا بعض، يعني ابتدوا يبعدوا على المستوى العاطفي والمستوى الوجداني. فالاول كان هم على طول ما بيتكلموا مع بعض، وفاء وسعيد على طول لازقين في بعض، على طول هي بصاله يعني وهو اطول منها، فهي زي ما تكون هي بصاله بمنتهى الحب والعاطفه والولع، ومبسوطه منه وهيمانه فيه، عينيها كده هيمانه فيه. ولكن في المشهد ده هي لا، بعدوا، هو بيبص في ناحيه وهي بتبص في ناحيه، فخلاص بيبعدوا. فانا عايز اعرف هل انت لما بيبقى فيه مخرج وكاتب سيناريو ومدير تصوير هيعملوا مشهد زي ده، هل هو كاتب السيناريو من الاول كاتب ان المشهد هيبقى بالشكل ده، ولا ده بقى المخرج هو اللي بيقرر انه هيبقى بالطريقه دي؟ ما كان ممكن يعملوه حوار قاعدين على كنبه،
وقطعات، لكن ان يعملوها بالطريقه دي، ان بادي فوق وينزلوا معاهم سلم البيت ويبتدي يتكلموا ويتصاعد الحوار وتقول له طلقني. يعني معرفش، انت قول لي لما تيجي تتحضر. اولا انا بشكرك يا سمعة ان انت يعني لفتت انتباهنا للمشهد ده، لان فعلا المشهد حلو جدا. وفي نقطتين. النقطة الأولى إن إحنا كنا بنقطع فروة سعيد شيمي في أفلام كتير. أنا عملت زي يعني إيه ريفيجن لآرائي الصراحة بعد الفيلم ده، يعني إعادة نظر في رأيي في سعيد شيمي، إنه لأ، إنه مدير تصوير مهم جدا 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 جدا، يعني مدرسة خاصة بيه، مش محسن نصر، ولا ده مدرسة وده مدرسة، ومدرسة سعيد شيمي اللي كانت لايقة جدا جدا في نوعية الأفلام دي. ردي على سؤالك التاني، هل ده مكتوبة في السيناريو ولا مخرج؟ ده مخرج، مش بس ده مخرج، دي اهم وظيفة للمخرج. اهم وظيفة للمخرج ان انت تبص على المشهد وتقرر هتصوره ازاي حسب الافكت العاطفي اللي انت عايز توصله للمشاهد. زي ما انت قلت بالظبط، هو عايز يوريك ان هما كانوا قريبين مع بعض وبعد كده انفصلوا، وعايز يوريك ان الكور بتاع المشهد، جوهر المشهد كله هي في العلاقة اللي كانت قوية دي وبتتفكك. فانت المرة دي بقى هو قراره، انا مش هقطع في اماكن كتير، انا مش هنقلك، مش هيبتدي في اوضه النوم وبعد كده على المطبخ وبعد كده، لا، انا هفضل معاهم في مكان واحد، انا هفضل ما اعملش ولا كات ما بينهم علشان تفضل انت معاهم، انا هبقى حواليهم قريب منهم، مش هبقى وايد شوت، لا، هبقى قريب منهم واخش في وسطهم واطلع منهم، عشان بالظبط السبب اللي انت قلته، ان هما كانوا قريبين وبعدوا. هو ده شغلة المخرج نمبر 1 ونمبر 10. يعني لو انت عندك المخرج عنده 20 وظيفة، اول 10 هم دول، ان انت ازاي تحول الكلام اللي على الورق ده تفهمه وتستوعبه وتفصصه وتفهم ايه الافكتس الدرامية والعاطفية اللي فيه، وتقعد مع الممثلين وتعملوا بروفات في المكان ده. طب انت هتبتدي هنا ونجرب هنا، وتسمع الممثل يقولك انا حاسس ان احنا لو قلناها وانا نازل يبقى احسن، طب ما تيجي، المخرج يقول طب ما تيجي نجرب، ويقعدوا يجربوا في البروفات، وبعدين نجيب مدير التصوير يبقى واقف كده من بعيد ويشوف المشهد بيتعمل ازاي، وبعد كده يقعد هو المخرج مدير التصوير ويقسموها بقى الديكوباج، احنا هنصورها كده، احنا هنصورها وان شوت، يعني هنستخدم العدسه دي انا عايز اضاءه هنا او مش اضاءه هنا. فهي لا، هو ده الشغل، هو بقى ده الشغل عارف، هو ده اللي يشمروا يعني يشتغلوا. فلا، هو ديفنتلي مخرج. الكتابة ممكن تدي المخرج الإحساس، بتوجه المخرج في الإحساس ده، والممثلين برضو، بس ديفنتلي مخرج. عشان كده علي عبد الخالق من الناس اللي اعتقد فعلا، يعني من الحاجات اللي انا فرحان ان احنا بنعملها، ان احنا بنتكلم على افلامه كتير وبنتكلم عليه كتير، لان الناس دايما بتتكلم بقى على اليوجوال سسبكتس، عاطف الطيب ومحمد خان، وبتنسى بقى الناس العظيمه دي علشان شغلهم مش ان يور فيس، يعني مش لو بص بقى حركه الكاميرا والكرين، لا، انا على الهادي سطل. بس على الهادي دي محتاجه شغل سطل وعلى الهادي ورقيق، بس فيها فكر جامد قوي. فاشكرك يا سمعة انك يعني ايه حسيتنا ان احنا نتكلم سينما بقى، عارف فلا فعلا صح. وفي مشاهد تانية ما بينهم لا فيها قطات كتير. في مشهد كانوا قاعدين هم على الكنبه، لما بيقول لها وعمل كده ليه وعايز ابقى ام ومش عارف ايه، بيقطع منه لمنها لوايد مش عارف ايه. ف الديبندز والديبندز اختيار المكان فين، يعني هم اختاروا المشهد ده صوروه في بيتهم، المكان اللي هم دايما كانوا عايشين فيه. المشهد تاني مثلا اللي هو مع البنت اللي هو في الاخر المفروض ان هو يعني هيتجوزها لمده شهر، اللوكاندا المسخره دي اللي هي في اللوكاندا، لمياء الجداوي اللي عملت شخصيه سوزي، ده على اللوكاندا وبره، وجايب الاضاءه بتاعت الغروب ولوكاندا حلوه، وهنا عمال يقطع ما بين الاثنين عشان يوريك الفرق ما بينهم، وافرازات حمضيه ومش عارف ايه. كل هو يعني رومانسي وكده، وهي ما فيش خالص بالظبط. فبرضه اخراجيا وتصوير بيوريك الفرق، مقسم ما بينه، في برود كده في التمثيل، في اختيار الزوايا. يعني انا اشكرك ان انت يعني بينت المساله دي، لان انا كنت عايز اعرف يعني هل هو السيناريو بيبقى مكتوب بالشكل ده، وبالاخص كمان لو اللي بيكتب غير اللي بيخرج. ممكن اللي بيكتب بيبقى عنده التصور ده من هو بيكتب، لكن اللي بيخرج مطلوب منه ان يحول الكلام والسطور الى صورة مرئية. يعني انا برضو عايز ارجع، في ناس
في مخرجين بيتضايقوا لما، او يعني المفروض انت ككاتب ما تكتبش دايركشنز في السيناريو. المفروض يعني المفروض ان انت ما تقولش ان والكاميرا هتبقى هنا او ده كذا. ده في ناس اصلا المفروض في يعني فكري بيقول لك انك مش المفروض تكتب اصلا الممثل بيقول الجمله دي ازاي يعني. فاشو مثلا ونور الشريف وتحته بعصبيه بيقول كذا، لا انت ما تقولش حتى بعصبيه، انت تقول والممثل بقى هو اللي هياخدها. فكل مؤلف له طريقه، وفي مؤلفين بالتفصيل، فهو ات فاريز يعني ما بين كل مؤلف والتاني. انا عايز ارجع تاني اتكلم على الممثلين، لان احنا شفنا في الفيلم ده هنتكلم عن الثلاثه الكبار، سيبنا من حسين الشربيني. يعني انا شفت 3 طرق للتمثيل اللي فعلا يعني مظبوطين بالملي وبالشعرة على الشخصية، وبيبينوا ان فعلا الممثل لازم يبقى فاهم قوي اللي هو بيعمله. ممكن بناء على دراسة زي نور الشريف، او بناء على يعني موهبة فطرية زي محمود عبد العزيز، او بناء على ان هو ممكن يكون الشخصية فيها لمحة من الممثل هو نفسه زي حسين فهمي. نور الشريف بيعمل شخصية هي يعني من الناحية التقنية أعتقد مش صعبة، ولكن هو عنده صراع. فنور الشريف كان في الفيلم ده جراح تمثيل، إنه قدر إنه هو يديليفر أو يوصل مشاعر سعيد أبو الدهب اللي بتتغير عبر الأحداث الفيلم والتغيرات اللي حصلت في شخصيته فعلا بوزنة وبمشاهد وبحركات يعني وش بسيطة وبتون صوت وبانفعالات مدروسة. امتى ينفعل بضحكه، في احيانا بانهيار، في حته لما تشوفه وهو عيان في الاخر فعلا واحد عنده التهاب رئوي، وابتدوا شعره اللي هو الشعر اللي متسرح وعلى طول دايما شكله كلين كات، بقت دقنه طويله وفي لقطه كده جابوها وهو بيتشل في الاخر من ورا، فانت شايف شعره من ورا منعكش، شعر راسه منعكش، فعلا واحد رائد في مستشفى، واحد مريض وبيمرض وبيموت. يعني فعلا اتنقل لك الاحساس ده قوي. نيجي لحسين فهمي، هو طريقه كحته كمان كحة يعني سؤال كلامك بس على النقطه دي. الكحه فعلا واحد يكون بيخلي نفسه يرجع الكحه. انا اصلا لسه شايفه من نص انا ما شفتهاش كده يعني. انا عمري ما شفت ممثل بيمثل الدور العيان كده يعني، دايما مستموت، بس اللي هو يزجاجن دي فعلا واحد عنده التهاب رئوي، فعلا واحد عنده التهاب رئوي وبيموت خلاص، مش خلاص يعني هو خلاص بيمرض والكحه فعلا اللي هي طالعه من جوه بتهز جسمه كله، لما يعني ربنا يشفي الناس كلها. اكيد درس وعمل ريسيرش يعني، مش ممكن لان هو دارس، هو فعلا عارف يوصل لك الاحساس ده ازاي. نور الشريف عبقري فعلا. اصلا انا لسه شايف المشهد ده لان انا مخلص الفيلم من حوالي ساعه، يعني اخر 40 دقيقه من الفيلم شفتهم قبل ما نبتدي انا وانت على طول يعني. ففعلا الكحه كانت مراتي بتتفرج معايا، فعلا بقت هي قاعده فعلا واحد على فراش المرض وفراش الموت. نيجي بقى لمحمود عبد العزيز، فعلا هي هو كاركتر يعني. الراجل اللي هو عبد القوي دوت، هو راجل دمه خفيف، راجل شعبي، راجل جاهل، راجل برضه بيحب الستات وبيحب مراته وعايز طول النهار يعني يعمل معاها علاقه، مش شايف اي حاجه غير ان هو لازم يبقى فلوس، ففعلا الفقر كله. وكل ده ممزوج بخفه الدم زي ما انت قلت، بالشخصيه الساحره بتاعته، بضحكته. ده في حركه كان بيعملها وهو قاعد راكب الطياره وخايف لان اول مره يركب طياره، فقعد بيقرا قران كده في سره يعني، فالمضيفه عدت جنبه بتحط له الاكل، فهو بيكمل بيقرا قران لكن بيضحك، قال يعني بيعاكسها او يعني عايز يجذب انتباهها. فعجبتني قوي التكه دي، ما تقليش انها مكتوبه في السيناريو ان هو هيتصرف بالطريقه دي لما يشوف مضيفه حلوه اول مره يركب طياره بقى فمش فاهم، فبتحط له الاكل، فهو مكمل قرايه القران لكن في نفس الوقت برضو ايه مميل كده ناحيه الطبع غلاب. الطبع غلاب بالظبط كده، طبع غلاب. فيعني برضو الثلاثه حرفيين جدا. وانا كان نفسي اشوف عادل امام في فيلم بالطريقه دي يعني. معرفش هل عادل امام ما كانش بيحب ان هو يشترك كده مع ناس بالشكل ده. انا سمعت ان طيور الظلام كان عايزين احمد زكي بيقولوا ان هو عادل امام ما كانش عنده مانع وكان مبسوط جدا، لكن احمد زكي هو اللي رفض. يمكن لان مش عايز ابقى قاسي على عادل امام، يمكن لان هو خاف ان عادل امام ياكل منه الجو، لان عادل امام برضه كان يحب يبقى هو النجم الاوحد. بس انا كنت احب اشوف عادل امام
في الفتره بتاعت التسعينات الحلوه، في فتره الثمانينات الحلوه، معاه حد غير سعيد صالح وصلاح قابيل. فاهم قصدي؟ صح صح صح. حد ند معاه. ايوه مش مجرد حد يسنده يعني. ايوه صح؟ مش حد يسنده، حد. انا متاكد ان كانت هتبقى مباراه، لان الفيلم ده بين الثلاثه زي ما انت قلت. ده مش 1 + 1 + 1 = 3، ده 1 + 1 + 1 = 10. يعني الثلاثه مع بعض عملوا انفجار نووي، عملوا تشين رياكشن، وعمل لك سحر على الشاشه. صح. لا فيلم جميل يعني. ازاي الفيلم ده بقاله اكتر من يعني 40 سنة وشفناه مليون مرة، لسه عارفين نقعد نتكلم عليه كل الكلام ده ونكتشف فيه حاجات جديدة بنفس يعني. ده الشغف. في حد ذاته صح. يوريك فعلا الفيلم ده it's more than meets the eye يعني. صحيح. كلمني بقى على النقطة بتاعة الانترلوب وزرع الانترلوب، وهل دي حاجة في الطب المصري، حاجة بتتعمل ما بتتعملش، ايه الحكم فيها انت كطبيب؟ يعني ادينا برضو ايه وراء الكواليس الحاجات دي في رأيك. هو إيه؟ هو طبعا الفيلم يعني عنده رسالة عايز يوصلها، اللي هي الآية القرآنية في الآخر، ان انت المفروض يعني ترضى باللي ربنا قسمه لك، وان الرزق 24 قيراط متقسم، شويه صحه وشويه جمال وشويه علم وشويه ذكاء وشويه فلوس وشويه ابناء يعني. وبالتالي يعني انت لازم تشوف ان انت ربنا دايما عادل، وان لو ربنا ادى الناس كل حاجه، يعني لو بسط الله يعني الرزق في الارض بغوا، يعني ان الناس ما ينفعش يبقى الناس عندها كل حاجه، لازم هتلاقي دايما حد عنده حاجه والحاجه دي مش موجوده عند حد تاني ولا عكس. من الواضح ان محمود ابو زيد ذاكر شويه، او لجأ لآراء علميه لناس عشان يوصل لفكره التورلوب دي، انها فعلا يمكن تبقى هي مدخل. طبعا ما فيش حاجه اسمها ان احنا ننقل تورلوب. خلينا برضو ندي يعني نبذه سريعه. الجسم بتاعنا ليه فيه وظائف كتيره، الوظائف دي بتقوم بيها غدد كتيره في جسمنا، زي غده هنا اسمها الغده الدرقيه. البنكرياس يعتبر غده لانه بيطلع انسولين، اللي هو الانسولين اللي بيحرق السكر وينظم مستوى السكر في الجسم. زي الكلى برضو تعتبر كانها غده، مش عشان البول ولكن بتفرز برضو بعض الهرمونات. في غده مهمه جنب الكلى اسمها الغده الجاركلويه او الغده الفوق كلويه، بتطلع كورتيزون وادرينالين. وطبعا عندنا احنا رجاله الخصيتين، وعند الستات المبايض، دي برضو غدد بتطلع حيوانات منويه وبتطلع هرمونات. طب الغدد اللي شغاله دي مين اللي مشغلها؟ مين المايسترو بتاعها؟ مين اللي بيقول الغده دي اشتغلي والغده دي اقفي والغده دي لا ما تشتغليش انت اشتغلت كتير وهكذا؟ غده هنا تقدر تقول يعني انها فوق المناخير على طول، جوه الجمجمه تحت المخ. غده اسمها بالانجليزي ذا بيتويتري جلاند، او بيسموها بالعربي الغده النخاميه. الغده النخاميه دي غده صغيره جدا فعلا، هي قد العدسايه، يعني تقدر تقول انها، انا مش جراح مخ واعصاب فمش عايز يعني، وعمري عمري ما دخلت اوضه عمليات مخ واعصاب، بس هي انا فاكر من التشريح انها غده صغيره جدا، يعني تطلع قد البسلايه كده او اكبر شويه، ومقسومه فصين، فص امامي الانتيريور لوب وفص خلفي اسمه البوستيريور لوب. الفص الامامي الصغير ده هو اللي بيطلع الهرمونات اللي بتشغل كل الغدد الصماء اللي في الجسم، اللي انا يعني اديت امثله ليها. ومن ضمن الغدد اللي هي بتشغلها الخصيتين عند الرجاله المبايض عند السيدات. واحد اسباب العقم، مش عايزين نختزل العقم عند الرجال، ده يعني مجال كبير قوي، لكن باختصار يعني احنا مش في حصه علم. احد اسباب العقم عند الرجال ان يبقى الغده النخاميه دي مش قادره تشغل الخصيتين وتحفزهم ان هم يصنعوا حيوانات منويه عشان يبقى الراجل دوت عنده قدره على الانجاب من خلال علاقه مع زوجته، ويحصل ان في حالات منويه تقابل البويضه ويحصل تلقيح ويحصل حمل. فهي احد الاسباب، لكن هي ده تبسيط زياده عن اللزوم للاسباب. فهو خد الفكره. طبعا في فتره الثمانينات دي كانت زرع الاعضاء لسه، زرع الاعضاء ابتدى من قبل كده، يعني زرع الكلى ابتدى في الخمسينات اظن، ابتدى في مصر سنه 76. اول ما ابتدى
في جامعه المنصوره اللي هو الدكتور غنيم ربنا يديله الصحه، وبعدها بكام شهر عندنا في القصر العيني. فكان كونسبت زرع الاعضاء ده خلاص موجود، وتقدر تقول ان هو ويل استابليشد يعني. طبعا تطور كثيرا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه بسبب تطور ادويه المناعه اللي بتخلي الجسم يتقبل العضو اللي اتزرع دوت وما يهاجموش مناعيا يعني كحاجه غريبه، وتحسن برضو امكانيات الجراحين اللي هو احنا الطريقه اللي بنعمل بيها العمليه وكده، فنتائجنا بقت احسن في المجمل يعني طبعا. فهو قال لك طب لو خدنا بقى الانتيريور لوب ده من واحد سليم بيخلف ما عندوش المشكله بتاعت الانجاب، ونقلناها لواحد عنده المشكله زي اللي كانت عند سعيد ابو الدهب، فده يعني ايه هيخليه ان هو يخلف يعني. هو طبعا تبسيط واختزال، ولكن بغرض السينما مفيش مانع يعني، هو ساينس فيكشن في الاول وفي الاخر، خيال علمي يعني. زي ما واحد بس نظريا هل حاجه زي كده؟ لا طبعا مفيش كده طبعا، مفيش كده طبعا، مفيش كده خالص طبعا، مفيش كده خالص يعني. لا مفيش كده خالص، ولا حد عمره فكر فيها اصلا يعني. يعني في طرق تانية لحل المشكله دي دلوقتي، واحيانا بتنجح من تاني. انا مش من المتخصصين في العقم على الرجال، ولكن هو فرع من فروع جراحه المسالك البوليه اللي هو تخصصي، فانا يعني عارف الخطوط العريضه بتاعته. فهو قال لك خلاص يبقى زي زرع الكلى وزرع الكبد والحاجات اللي بنعمل منها والقرنيه والحاجات دي. طب هل فكره زرع الاعضاء دي اساسا فكره اخلاقيا صح ولا غلط؟ وده سؤال بنقعد نتسأله اخلاقيا. بمعنى ايه؟ هل ان انت لما هتاخد الكلى من واحد وتنقلها لواحد تاني، او تاخد فص من الكبد وتنقلها من واحد لواحد، هل ده هيضر المتبرع؟ لان انت لو هتبني شفا واحد على شقاء واحد تاني، يبقى اكيد ده مش اجراء صح او مش علاج صح. كل الابحاث حتى لو اللي هتاخد منه العضو ده موافق يعني، حتى لو هو موافق بالظبط، بس ده ما يعتبرش اثيكلي اخلاقيا صح. فخلينا نتكلم الاول، هل ان اللي بيتبرع بكلى بيتبرع بجزء من الكبد؟ احنا في عندنا طبعا متبرعين من في يعني نقل اعضاء او زرع اعضاء من متبرعين احياء، وده طبعا ما بيحصلش في الرئه، ما بيحصلش في القلب، ما بيحصلش في الامعاء، بيحصل في حاجات معينه بس في الكبد وفي الكلى، في اللي هو المتبرعين الاحياء. وده ليجل وقانوني. انا هجي لك في الكلام وهجي لك في الكلام. النقل الاعضاء من متبرعين احياء ما بيحصلش غير في الكلى وفي الكبد. اما المتبرعين اللي هم واحد اتخبط في دماغه ووظائف المخ وقفت، اللي هو بيسموها ديسيس دونر، او الدونر اللي هو توفى، او المتبرع الذي توفى بقياسات معينه، بقياسات وظائف المخ، مش توفى يعني قلبه وقف خلاص، لا، توفى بان وظائف المخ توقفت. فده بناخد منه بقى ده ليه برضو ايثيكال سايد او جانب اخلاقي اخر. القانون المصري اسمه القانون رقم 5 لسنه 2010 بيسمح بنقل الاعضاء من المتبرعين الاحياء ومن المتبرعين المتوفيين بناء على كرايتيريا. 2005 يعني اوكي، يعني حاجه ريسنت تعتبر بعد احداث الفيلم ده بمراحل، ولا ده حاجه تانية؟ قبل سنه 5 كان في نقل اعضاء، لكن ما كانش في قانون واضح بينظم نقل الاعضاء والانسجه. وفي سنه 2005 ظهر قانون اسمه القانون رقم 10 سنه 10 القانون رقم 5 لسنه 2010. بقى في قانون بينظم زرع الاعضاء، بيحمي المتبرعين، بيحمي المرضى اللي هيتنقل لهم الاعضاء، بيحدد الكرايتيريا، بيحدد امتى نتبرع وامتى ما نتبرعش. وكمان في القانون ده في جانب اخر لنقل الاعضاء من المتوفين، ولكنه غير مفعل الى الان. ليه؟ دي قصه طويله، مش عايزين مش مجالها هنا. ولكن كل الابحاث اللي اتعملت بقى على نقل الاعضاء من الاحياء اللي احنا بنتكلم عنه، اللي زي في الفيلم او زي اللي بنمارسه في مصر هنا في الكلى وفي الكبد، كل الابحاث هنتكلم على الكلى، كل الابحاث اللي اتعملت على نقل الاعضاء من المتبرعين الاحياء في الكلى الى مرضى القصور الكلوي، فيما يخص الضرر اللي هيقع على المتبرع، لو انت اتبعت كرايتيريا معينه او يعني شروط معينه، شروط بعضها شروط اخلاقيه وبعضها شروط طبيه، المفروض ان المتبرع ده لن يتضرر من التبرع بتاعه، وهيعيش زيه زي البني ادم العادي، هيقدر يشتغل، هيقدر يتجوز، هيقدر يخلف،
واحتمالات اصابته انا لما عاوز اخلف لازم اخلف بالظبط كده بالظبط. واحتمالات اصابته بالقصور الكلوي على المدى البعيد مش اكتر من اللي عنده كلوتين. ده لو اعتبرنا ان هو بني ادم سليم بقياسات معينه تعرف ما هو السليم. ده بالنسبه للمتبرع. في طبعا جانب اخلاقي، ان المتبرع مش المفروض ان هو ياخد مقابل، وان القانون المصري بيجرم ان اللي هو تجاره الاعضاء، وده امر واضح ومحدش بيشترك فيه. ده فيما يخص المتبرعين. فيما يخص المتلقي، طب هو اساسا، طب احنا عندنا حل اسمه ايه ده، للقصور الكلوي. ما يغسل المريض الكلى اللي عنده فشل كلوي، ما يغسل ويكمل حياته عادي. ليه لازم افتح بطن بني ادم واخد منه كلى واحطها في بني ادم تاني؟ لان كل الابحاث اللي اتعملت على مرضى القصور الكلوي اللي بيغسلوا، جودة الحياة عندهم وعمرهم لأسباب كتيرة بيعيشوا أقصر من المرضى اللي ما بيغسلوش كلى. وبالتالي المرضى اللي اتنقل لهم كلى عاشوا حياة أفضل وأطول وبمشاكل أقل من المرضى اللي ما زرعوش كلى. وبالتالي الحل الأحسن إذا قدر المريض يحصل على هذه الخدمة هو نقل الأعضاء في حالة القصور الكلوي. الحل الأحسن، أو لو أنها بقى عايزين نخرج منها إيه شبه، نبقى المتبرعين أقارب يعني، يا إما قرابة دم أو قرابة عاطفية، واحدة بتدي لجوزها، واحد بيدي لمراته، أو قرابة دم، أب بيدي لابنه، أخ بيدي لأخوه، أم بتدي لابنها، أو أب أو بنت بيدوا لأبوهم وبنتهم، يعني ابن أو بنت بيدوا لأبوهم أو بنتهم. وفي بقى ان احنا نفعل منظومة التبرع من المتبرعين اللي هم كانوا في حوادث او كده، وبرضه مش هنجيب واحد خلاص عايش وفي امل انه يفوق نموته عشان ناخد اعضائه. في كرايتيريا وفي مواصفات لمين هو اللي مات بناء على اختبارات كتيرة بتتعمل. ففكرة برضه يعني هو الفيلم برضه اختزل فكرة ان يعني فكرة نقل الاعضاء دي في المجمل كده حاجة وحشة. لا، مش حاجة وحشة، حاجة لو لها قواعد واصول اخلاقية وطبية طبعا هي احسن للمرضى اللي ربنا ابتلاهم بفشل كلوي او فشل كبدي او فشل رئوي او فشل في عضلة القلب، وان هي انقذت ناس كتيرة وخلتهم يعيشوا اطول. كله بامر ربنا طبعا، ما هو مين اللي وهبنا العلم ده؟ لكن العلم اللي زي بقى اللي زي حسين فهمي اللي من غير اخلاق، العلم الان اثيكال، هو ده اللي سلاح في منتهى الخطورة. سلاح في منتهى الخطورة، لان هو في الفيلم ده موجود موجود طبعا في حتة في العالم بالظبط يعني. وخلي بالك ان في الفترة دي، في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات، ما كانش فيه قواعد أخلاقية شديدة منظمة للبحث العلمي زي ما فيه دلوقتي. يعني انت دلوقتي لما تيجي تبعت بحث علمي لمجلة من المجلات الكبيرة، بيقول لك وريني فين حاجة اسمها اجتماع الإيثيكال كوميتي، والورق اللي انت قدمته للإيثيكال كوميتي قبل ما تعمل البحث، لجنة أخلاقية يعني، لجنة أخلاقية أو لجنة مشرفة على على النواحي الأخلاقية. كل مؤسسة علمية أكاديمية بحثية زي جامعة كبيرة زي جامعة القاهرة أو أي جامعة كبيرة، جامعة ليها سمعة كبيرة، جوه كل كلية فيها حاجة اسمها institutional committee أو لجنة أخلاقية. أنت بتقدم لها بحث، أنا عايز أعمل البحث الفلاني، طب ورينا يا دكتور هتعمل البحث ده إزاي، هتجيب كام عيان، هتعمل إيه، هتدي أدوية ولا مش هتدي أدوية، هتاخد مجرد أسئلة من المرضى وخلاص. وحتى لو كده، ده برضو يعني لو أنت مش هتدي العيانين دولت أي علاج، مجرد انك هتاخد منهم يعني استطلاع رأي او كويستشنير او كده، دي برضو ليها قواعد واصول، ولازم اللجنة دي تجيز هذا الامر، تجيز هذا البحث. ولما بتيجي تقدم بقى البحث ده يتحول الى مقال، بتكتب بقى النتائج البحث بتاعك وتحوله الى مقال بمقدمة بميثودولوجي بنتائج بمناقشة بكونكلوجن، وتبعته لمجلة عشان يتنشر فيها. اول حاجة بتقولك فين الموافقة بتاعة اللجنة الأخلاقية بتاعة المؤسسة اللي انت جاي منها، الجامعة اللي انت جاي منها اللي أجازت البحث بتاعك ده. حد يقول لي دي حاجات صورية بتتم بصورة صورية، لا، ما بتتمش بصورة صورية خالص. وياما أبحاث اترفضت علشان هم قبل ما تتعمل، علشان شافوا ان البحث ده فيه مشكلة في الميثودولوجي او في الإعداد بتاعه او في الطريقة اللي هيتعمل بيها، او في حاجة اسمها informed consent، يعني الموافقة. يعني زي المريض لما بيجي يشترك في بحث او يبقى يعني لازم يوافق انه يبقى جزء من هذا البحث، يبقى عارف هو يوافق على ايه، يوافق على ايه، اسمها informed consent، بناء على معلومات انت بتديها له علشان يوافق او ما يوافقش.
فيعني البحث العلمي حتى اعتقد حتى الابحاث بتتعمل على الحيوانات طبعاً. حتى ده اتغير دلوقتي طبعاً. اعتقد يعني ما طبعاً. ينفعش انك تجيب بقى قرد ولا فار وفار تجارب كده. أيوة. يعني في حاجات برضو اخلاقيه بالنسبه للتجارب اللي بتحصل على الحيوانات. بالظبط. ففكره هات اي نسانيس واعمل عليها عمليات ده حتى دلوقتي خلاص ما فيش الكلام ده. بالظبط. والقواعد المنظمه للبحث العلمي دلوقتي بقت اشد صرامه عن 10 او 20 او 30 سنه فاتوا. يعني في الوقت بتاع الفيلم ده فعلا كان الدكاتره دول آلهة او العلماء دول آلهة يعملوا اللي هم عايزينه. لكن بمرور الوقت المؤسسات العلمية والمجتمع شاف ان البحث العلمي لازم يبقى متنظم، مش عشان انا مش عارف افتح دماغ، انا جارد في دماغي فكره فانا هفتح دماغ عيان واخد منه الفص اللي امامي والزقه في واحد تاني. مين قال ان ده ينفع؟ مين قال؟ يعني فين الادله العلميه؟ طبعا هو جرب على الحيوانات قبل كده، بس يعني هو عايز ينقل لك ان هو راجل يعني لم يتبع اي اصول علميه او اخلاقيه للبحث العلمي بتاعه. حاجه كده شبه الكوره، لما تتفرج على مارادونا وهو بيلعب كوره زمان، ما بين كل طريقه وطريقه بياخد تاكل وبياخد كعبله وبياخد شلوت من المدافع. دلوقتي ما فيش حد يقدر يعمل كده مع ميسي. يعني لو حد عمل كعبله واحده مع ميسي مثلا من اللي كان بيحصله مع مارادونا، اللي عمل الكعبله دي بروبابلي مش هيلعب كوره تاني. مش بس انه ياخد انذار ويطرد، لا ده بروبلي مش هيلعب كوره تاني. يعني واخد بالك؟ فهي حاجه زي كده مع الوقت الحاجات بتتغير. بالظبط. لكن طبعا فكره التور لوب دي او ان انا اخد انتيريور لوب من بني ادم هي فكره ساذجه، ما فيش حد بيعمل كده، ولكن هو كان الغرض منها هو توصيل الفكره العامه للفيلم وتبسيط، بس كان فيها تبسيط وتسطيح زايد قوي عن اللزوم. صح. ما هو فعلا يعني احنا في الاخر قدام فيلم فيكشن بالظبط. يعني المفروض ناخده على الليفل ده، والفيلم اتعمل من اكتر من 40 سنه، وزي ما انت قلت حاجات كتير قوي اتطورت ساعتها. فيعني احنا لو داخلين احنا نفصصه على ان هو يعني دوكيومنتري او حاجه على ناشونال جيوغرافيك، الفيلم هيفشل طبعا. بس احنا داخلينه بمنطلق تاني خالص. فانا مش يعني فهمنا دلوقتي السذاجه بتاعتها والحاجات دي كلها، ولكن عجبني الكونسيبت بتاعه برضه اللي هو ال 24 قيراط وكذا بروفايدد ان الواحد بيسعى. لازم ده مش حاجه اسمها انك يعني في فرق ان انت ترضى بقضاء ربنا، بس ترضى بيه بعد ما تكون عملت سعيد. اللي عليك وحاولت وسعيت. فالاثنين مش اكسكلوسيف. يعني انت ترضى بقضاء ربنا وفي نفس الوقت تعمل كل اللي بوسعك. ان انت لو الفكرتين دول مع بعض هم دول الكونسبت اللي اي حد المفروض يعيش حياته بيها. فانا عجبني ان انت عامله زي حدوته زي ايسوبس فيبل، زي حواديت الاطفال اللي بتحكيها علشان توصل مورال معين. فانا بالنسبه لي الفيلم ده هو كده بشخصيات ثريه وفيها كل الكوميديا مع دراما وكده، عشان تحكي لك حدوته عايز تشرح لحد من ولادك فكره الرزق والتقسيم، وان انت ترضى بحاجات لو انت حاولت ترضى ان بصوره انت مباشره معكش فلوس كتير توصل لبخهم البسيط. بالظبط كده. فلو انت بتتكلم على اغلبيه الشعب في الثمانينات، مفيش طريقه احسن من دي ان انت توصل له الفكره دي يعني. بس فاعتقد الفيلم نجح بده upon reflection بعد حاجه و40 سنه. في حاجات ما يعني ممكن ان احنا نفصصها. انا معلش انا برضو يعني انا جميل. انا عايز برضو ان انا يعني اشيد بمحمود ابو زيد، لان هو الرجل العادي، الشخص العادي حتى لو كان مثقف ومتعلم زي محمود ابو زيد مش هيعرف الانتير لوب. فانا عايز اعرف هو نفسي مره اقعد مع ابنه، انا عارف ان ابنه بيكتب سيناريو هو كمان، ابن الكاتب محمود ابو زيد، عايز اعرف هو يعني وصل للفكره دي ازاي. ما كان ممكن يقول لك انا هعمل عمليه عشان اخلف وخلاص، لكن هو دخل في تفصيله طبيه الحقيقه معقده، ومع ذلك نجح انه يبسط الفكره. وحتى المشاهد اللي بيشرح فيها محمود حسين فهمي ايه لنور الشريف وهو بيلعبوا كروكيه، ايه هي اسباب الفشل الانجاب عند الرجال، فبيشرح له التشوهات الاعضاء التناسليه او ضعف الحيويه المنويه والغده الانتيريور لوب ودي موجوده فين، يعني معموله بطريقه مبسطه. فهو برضو اكيد قعد مع حد متخصص وقتها، بس انا برضو نفسي اعرف الفكره جت ازاي وهل تطورت ازاي. يعني هو عرف منين في غده اسمها الغده النخاميه، يعني ما هي باديه عنده. فانا فاهم قصدي، هي باديه عنده. الفكره جت من الفكره جت من فعلا. يعني هي فيها ابداع
وخيال مؤلف، بس لازم يكون جت عنده من النولج ده فكرة- أصلاً. جت بذره من حته زي وده كل اللي بيعملوا ساينس فيكشن هي بتبتدي من حته كده، بتبتدي بمعرفه حاجه عن الاسترونومي او عن النجوم او عن النباتات، يعني هم بيسموه ساينس فيكشن ليه؟ لان هو مبني على حاجه ساينتفك، فهو بياخد بذره حاجه علميه وبيسرح بقى بخياله بيها. بالظبط. وعبقريه محمود ابو زيد كمان هو ده، وفي نفس الوقت انه شعبنها كده، قال لك الحته دي فوق القفا. اول مره واحد بيخلف محمود بالقفا. عيد بيقول اول مره واحد بيخلف بقفاه. يعني برضو عبقريه ان انت عمال بتبسطها، وفي نفس الوقت لا فيها روتس علميه، وان بقت التورلوب في الاخر، لان التورلوب الانتيريور لوب التورلوب والتورلوب على قدي. يعني مش ده واحد صنايعي بقى، واحد حرفي، ان هو قعد مع العلماء والدكاتره واخدها كده وعمل منها ايه سندوتش فول حلو كده، اداها للناس اللي بتتفرج علشان يوصل لها كونسبت معين. فدي ديفنتلي وبعدين هو برضو صنايعيه عالي قوي. حسين فهمي في الفيلم هو صحيح عالم، لكن هو دجال، لان هو اللي عمله ده دجل، مفيش حاجه اسمها كده. وهو حتى نور الشريف صدقه واداله فلوس ونام تحت مشراطه وخلاه يفتح دماغه. وفي اول الفيلم برضو جاب لك الراجل اللي هو الدرويش اللي دخل المحل وقال له ده انا شفت ابوك في المنام، جاني في المنام، وان انت رايحين حفله طهور ابنك، وان ان شاء الله قبل ما تمر السنه هيكون معاك ولي العهد. فهو برضو صدقه. فزي ما صدق الدرويش اللي ماشي في الشارع، هو برضو صدق الدجال اللي هو العالم الدجال اللي هو حسين فهمي. زي وما اكثر العلماء الدجالين على فكره حوالينا، سواء كان في الطب او في غيره يعني. طبعا. والدجالين دول بيلعبوا على مين؟ على الشخص الديسبريت، على الشخص اللي هو عايز بيتعلق باشياء. صح. فهو يعني برافو عليك، نقطه حلوه قوي ان هو يعني مشهد الدجال ده ايه لازمته في الفيلم، عشان يوريك فعلا ان شخصيه نور الشريف بيتعلق باي امل من كتر ما هو ديسبريت يعني. لا ممتاز فيلم. حتى لو كان الامل ده واحد دجال، حتى لو كان الامل ده واحد دجال جاي له بيقول لك انا شفت منام، او واحد بيقول له بصوره علميه جدا انا هعمل عمليه وده الكونسبت بتاعي وبتاع، فهو صدق الاثنين، صدق ده وصدق ده. انت ازاي تصدق اتنين على يعني طرفين الطيف؟ صح. لا فيلم الكلام عليه في متعه الفرجه عليه الصراحه. صحيح. يعني واتمنى ان يعني الناس اللي بتسمعنا تبقى برضو مستمتعه بالكلام اللي بنتكلم عليه زي ما استمتعوا بالفيلم ده. فيلم جميل ومبسوط ان احنا اخترناه، وده حمسني ان احنا نتكلم عن البيضة والحجر بقى. ده لازم. يعني انا دخلت في مود انت مره قلت انك مش الفتره دي والممثلين دول. نعم، مره قلت انك مش بتحب البيضة والحجر قوي. لا انا بحبه جدا بس انا بشوف ان الثلاثه دول بحبهم اكتر، يعني ما اعرفش مرتبطين معايا اكتر. بس لا البيضة والحجر طبعا جميل، وليتس بوت ات على الاجنده بتاعتنا ان احنا مثلا اسبوعين ولا ثلاثه نسجله فور شور يعني. طبعا فور شور. تمام. شكرا يا سمعة كالعادة. والنهارده كان معانا الدكتور اسماعيل راضي بقى، مش سمعة في الكلام عليه ده. المفروض الناس تعمل دونيشنز للبود يعني، اهو الكلام العلمي ده النهارده بقى يستاهل بقى ايه ريتنج وريفيو ولايك وسبسكرايب وشير. انا حاولت ابسط يعني، مش عايز ازهق الناس يعني وامسك الحديده، لان ده مش المجال هنا يعني. حاولت ابسط قدر الامكان يعني، ارجو ان اكون نجحت. لا you did it for sure يعني. شكرا يا سمعة. شكرا سوري. شكرا لكل الناس اللي بتسمعنا، وما تنسوش تدونا اللايك والسبسكرايب والشير والريفيو والريتنج على سبوتيفاي وعلى ابل بودكاست، لحد ما نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. نشوفكم على خير. سلام.